بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المشويه. بص، قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر الناس داخل مصر وخارج مصر، ونكون ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بص يا ستي، انا جبت البطاطا اللي هي الكبيره دي، ماشي، عشان تستحمل الشوي. ما تجيبيش رفيعه لو تسلقيها. لما بتجيبيها بتجيبي الايه اللي هي ماسكه شويه، ماشي. هنغسلها بقى كويس، بتحطيها في الميه الاول، تسيبيها لمده ربع ساعه في الميه عشان تنزل الطينه بتاعتها، وبعد كده تمسكي بقى، تفتحي الحنفيه كده وتمسكي بقى كده تغسلي. اهم حاجه يا جماعه في الاكل في البطاطا النظافه، عشان تعرفي تاكليها، ماشي. تمسكي بقى كده وتنضفي. هنغسلها بقى ونيجي مع بعض، ماشي. بصي، انا غسلتها 3 مرات، ماشي، ودي الرابعه. لازم تنضفيها عشان تبقى ايه حلوه كده وتعرفي تاكليها، ماشي. وتيجي بقى بصي من هنا القطايه دي، الراس دي، تمسكي نفس الحوار برضو دي كده، وبرضو تغسليها تاني كده، ماشي. القوطه الخضار يا جماعه تمسكي كده، انا بقول للبنات المبتدئين تمسكي كده وتغسلي، مش تغسلي كده اهو وتحطي، لا، لازم الحاجه تتغسل كده اهو وتطلعي كل حاجه منها، قوطه، خيار، ماشي. هنمسك برضو دي كده وكده، وتغسلي نفس الحوار برضو كده. لازم يا جماعه الحاجه تبقى نظيفه عشان تعرفوا تاكلوها، عشان صحتنا وصحه ايه اطفالنا يا جماعه. عشان برضو دور البرد برضو اشتغل تاني من جديد تاني يا جماعه. حافظوا على اولادكم برضو، ماشي. بصي، لقيتي حاجه زي كده تمسكي السكينه وتعينيها، ماشي. لازم يكون الحاجه تاكليها كده تبقى ايه مرتاحه من ناحيتها كده، ماشي. نغسلي بقى كده. كده خلصنا اهو. برضه هنشوفها تاني، وبعد كده ايه هرصها في الفرن، ماشي. الميه تبقى رايقه كده، ماشي. وبعد كده بقى ايه هحطها في ايه هرصها في الفرن، ماشي. هناخدها بقى ونرصها. دلوقتي هنرص البطاطا، ماشي، المنظر ده كده. وبعد كده نيجي مع بعض بقى. ادي البطاطا بعد ما شويناها، بصوا ما شاء الله، بصوا عامله ازاي، طريه ازاي من جوه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. دي معموله في الفرن وبألف هنا وشفا.